السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ نتمنىكم ان شاء الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم مسمن معمر داخل بالفرماج والزعتر. ولهذا غادي نحتاجو الدقيق. هنايا تا جيت نعجنو وتفكرتكم وقلت ان شاء الله نديره معكم. غادي نحتاجو الدقيق والسميده، شويه تاع السميده والسكر والملحه. وغادي نحتاجو شويه تاع الخماره نتاع الكاطو، واحد النص نتاع خماره نتاع الكاطو. نخلطوا المقادير. هنايا الدقيق كان عندي فيه واحد 2 معالق ولا نتاع القمح، يكون تخلطته معاه عادي. وهاد العجين كيجي شويه قاصح، لان ما غاديش نديروه بيدينا، ما غاديش نبسطوه بيدينا، غادي نبسطوه بالوراق. والماء كيكون عادي، يعني نعجنو به عادي وصافي. ولهذا كنقول لكم كي راكو دايرين، ونتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنىكم ان شاء الله تكونوا في ديوركم باش تحميو راسكم وتحميو وليداتكم وتحميو حبابكم وعائلاتكم. وان شاء الله كل شيء، هذه المحنه ان شاء الله غادي تدوز وغادي نكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هنايا العجين كما كتلاحظوا معايا قاصح، عجنتو دلكتو باش ديك السميده تنتحل مزيان، دلكتو مزيان. وهنا غادي نخليه يرتاح. كتكون العجينه كما كتلاحظوا معايا ماشي رطبه رطبه بحال اللي كنديروا فيها المسمن عادي، كتكون شويه قاصحه عليه. وغادي نخليوها ترتاح واحد شويه بلا ما وجدنا باش غادي نخدموا هذا المسمن. كيجي صدقوني كيجي بنين 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 بزاف بزاف، وجربوه. وخاصه دابا فيه الزعتر مع هاد الوقيته اللي كاين شويه البرد والزعتر زوين سخون كيخليش الميكروبات كتدخل للذات. هو زوين الزعتر. حنا كنخدموه، يعني كاين اللي كيخدمه بالزعتر وكاين اللي كيخدمه بالتمرسات اللي كتكون نقيه ومغسوله ويابسه، ونطحنوها ونوجدوها في القريعات. ولكن لسوء الحظ ما مشيتش للمغرب هاد العام، يعني هو الوقيته نتاع التمرسات هذه شهر 4 هي الوقيته نتاعها. ومعليش دابا نديرو الزعتر، ولكن هي كتندار بالزعتر بزاف، يعني بالزعتر مزيانه. هنايا درت العجين، قسمته لكوارات الكبار وواحد 2 كوارات درتهم صغار على حساب الدراري. هنايا هاد الدقيق باش غادي نورقو بالوراق. هنايا الفرماج خديت موزاريلا. هنايا الزعتر مطحون. وهنايا الزبده كما كتلاحظوا معايا ذوبتها حتى لونها ولا احمر، تحمرات شويه، يعني ما بقاتش غير بيضه بيضه، تحمرات وشربات داك اللبن تاعها. وهذه الجراره غادي نحتاجها، غادي تعرفوا كيفاش غادي ندير. هنايا هاد الزبده خاصني ندير فيها السميده، واحد 2 معالق نتاع السميده ولا اللي غادي نديرهم في ديك الزبده، ونخلطها باش غادي من نورق المسمن نديرها عليه. الدقيق غادي نسرحو، لان هذا ماشي ما غاديش نديروه بالزيت كما كنديرو المسمن العادي. وهاد الطريقه نديروها في المسمن وكنديرها حتى في الحرشه، كتجي غزاله وتجي زينه من المسمن، ما نقولكمش عليه كيجي. هنا نحاولوا العجين فاش نورقوه بحال اللي نديروه طولي، ما نديروش مثلا شكل مربع، ولا نديروها بحال اللي شويه طويله كما كتلاحظوا معايا. كنبقى نسرح في العجين، وإلا حسيت بها بدات تلصق لي كندير لها الدقيق. هاد الطريقه زوينه، وهاد المسمن غادي يعجبكم، ونتمنىكم ان شاء الله تجربوه وديروه لكم ولوليداتكم. راه كيجي زين وغادي يعجبهم بزاف بزاف. والفرماج على حساب شنو عندك اختي. كان عندك هذا المحكوك موزاريلا، كان عندك نوع اخر، كان عندك الفرماج
داك المثلثات تقسمي، تبقاي تقطعيه وتحطيه في الوسط. يعني اللي كان عندك من الفرماج ديريه. والزعتر كيكون مطحون، ما يكونش يعني غير تحكيه، ولا كيكون شويه مطحون. وهكا كنبقاو نسرحو في العجين. كما كتلاحظوا معايا حيت دوك الطباسه باش ما يعذبونيش. مره كنستعن بالدقيق باش ما يلصقليش. هنا جا باين فيه شويه داك الدقيق نتاع القمح، كنت دايره غير كانت شاطو لي قيمت واحد 2 معالق نتاع القمح وحطيتهم مع الدقيق وخليتهم وصافي. يعني ماشي ضروري. اللي ما قدرتش تدلك العجينه، ما قدرتش تدلكها، دير شويه نتاع السميده مع الماء، وديرها في الخلاط الكهربائي وتطحنها مزيان مزيان، وتعجن به الدقيق. يعني السميده باش ما تدلكش مزيان مزيان. واللي قاده تدلك بيديها او عندها العجانات خليهم. اللي ما قاداش دير الطريقه اللي قلت لها عليها، دير السميده والماء، ديرهم في الكاس، في الباطور، طربهم مزيان مزيان. ومن بعد تبقى تعجن بهذيك السميده وداك الماء، تعجن بهم الدقيق وصافي. كتكون رطبه العجينه، كتجي مزيانه يعني. هنايا غادي ندير السميده في ديك الزبده. ضروري ديك الزبده كيكون لونها شويه احمر باش كيعطيكم داك المذاق زوين. يلا هالحاد كاع نوضو جربوه، وغادي يعجبكم بزاف، غادي تبقاو دائما ديروه ان شاء الله باذن الله. هنايا درت السميده كما كتلاحظوا معايا. غادي ندير واحد 2 معالق نتاع السميده هكا يديا، وغادي نخلطهم بالمعلقه، نخلطها. واحد المذاق، واحد الريحه نتاع ديك الزبده فاش تولي محمره، كتجي فنه فنه عظيمه. هذا الطريقه ديالو نتاع الطي ديالو ماشي كيما الطريقه العاديه. وصافي ما غاديش تحتاج يعني نديرو الزيت ونديرو عاوتاني كل ما كنكونو طويو، لا. غير هادي كتجي مزيانه. يعني ما غاديش نحتاجو الزيت في كل، كما غادي تلاحظوا معايا الطريقه هي اللي غادي توريكم كيفاش كنديرو. وهاد المسمن انا كنطيبو في ديك، في المقله نتاع المقله الثقيله. وتقدروا طيبوه في المقله اللي كنقليو فيها، تقدروا طيبوه في المقله نتاع الضو نتاع البيتزا يعني. هنايا غادي ندير الزعتر كما كتلاحظوا معايا. وغادي نبقى نرش بالفرماج. نتمنىكم تتبعوا معايا الطريقه حتى الاخر، لان عندها طرق بزاف يعني. هنايا غادي نبقى بديك ندير هكا، نشرطهم غير شويه، ما نوصلش حتى الوسط، ما نوصلش. اللي ما عندهاش هاد الجراره نتاع البيتزا تقدر دير بالموس، تقدر دير بالجراره اللي كنديروا بها الشباكيه يعني. وما نوصلش يعني في الوسط، نحبس. ما نلاقيش الفتحات يعني، كنخلي واحد الوسط، واحد الفراغ كنخليه. هنايا غادي نجبد هذاك الجنب، غادي نجبدو نحطو في الوسط، وهذا عاوتاني نجبدو ونلاقيه معاه. غادي نهزها نحطها عاوتاني في الوسط، صافي كتبقى مشدوده في القنت الا لاحظتوا معايا.
عاوتاني كنجبد هذاك كنرجعو وهي غادية هكا كما كتلاحظوا معايا. عاوتاني كنرجعها كنديرها كتصدق مبلعة، يعني كتصدق مزيانة. وهي غادية نفس الطريقة، غادية حتى للتالي. وحتى ملي غادي نخليهم يرتاحوا غادي نعاودو لهم بالوراق، ما غاديش نسرحوهم بيدينا. وهكا غادي نجمعو القنوت كاملين، تبقى مسدودة، المسمنة كتجي مسدودة. هنايا المسمنة ديالي ها هي كما كتلاحظوا معايا الاخير جمعت، يعني جمعتهم. هنا غادي نقلبها. هاد المسمنة بغيت نديرها مدورة، باغيه نديرها مدوره، غادي نبلع الجناب وشوفوا كي غادي نبقى ندير بيديا هي هكا. انا بغيت هادي وحده غادي نديرها مدوره وحده غادي نديرها مربعه. غادي نخلي هذاك فين جمعت الجناب وكنبقى نجمع بيديا. شوفوا لاحظوا معايا الطريقه اللي غادي نديرها، نبقى بيدي كنخدمها وهي كندورها بيدي، كنحطها كنهزها عاوتاني نولي كنديرها شكل مدوره كما كتلاحظوا معايا. شوفوا بصباعي كنخدمها، هذه بغيتها تكون مدوره. اللي غادي نديرها مربعه غادي نخليها كما درتها في التالي، غادي نخليها هكاك وصافي. غادي من بعد نورقها ونخليها مربعه، ولكن هذه بغيتها مدوره حتى هي كتجي زوينه. غادي نهزها بحال هكا وغادي نخليها ترتاح ونشكل العجين الثاني والثالث حتى نكمل كامله العجينه، يعني نكمل كامل التعميره. انا هنايا غادي نعمر 3 بالزعتر وبالفرماج، وغادي نعمر 2 بالفرماج. باش اللي ما كيبغيش المذاق نتاع الزعتر يعني ياكل غير الفرماج. ساعه كلشي كلاوه نتاع الزعتر وخلاو تاع الفرماج هو التالي، لانه كتجي واحد البنه نتاعو زينه. وان شاء الله مره اخرى غادي ندير معكم الحرشه بالزعتر والفرماج ان شاء الله. هنايا راني درت الزعتر، راني درت الفرماج باش غير تلاحظوا معايا الطريقه كيفاش دايره. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه، راه طريقه سهله بلا ما كتقطع لكم الورقه بلا ما حتى حاجه، كتجي وكيجي مسمن واعر واعر واعر. ونتمنى اللي عجبو الفيديو ديالي يكتب لي شي كومونتير ويدير لي اللايك، واللي اول مره شاف القناه ديالي يدير الاشتراك ويضغط على الجرس باش يوصله كل جديد ان شاء الله. وشكرا لكم، شكرا لاي واحد تبع قناتي، شكرا لكم بزاف بزاف كنشكركم. ودائما هادوك الاخر نتاع المسمن اللي درته في الاخر غادي نخليه هو اللي نخليه من تحت. هادوك فاش لميتهم، فاش لميت التالي نتاع المسمن هو اللي غادي نرجعه من تحت، غادي نرجعه من تحت ونخليه.
صافي المسمنه ديالي هي هذه، نسرحها نعاونها شويه بيديا هكا باش نخليها ترتاح، ومن ترتاح غادي نبقى نورقها على شكل مربع كما وريت لكم وحده لويتها شكل مدور، ووحده غادي نخليها شكل مربع. هنايا جمعت الجناب باش داك الفرماج ما يخرجش، وهي ها هي. نتمنى تكونوا فهمتوني مزيان ان شاء الله. هنايا ان شاء الله من غادي نكمل جميع العجين غادي نخليه يرتاح، دائما يبقى مغطي بداك البلاستيك الغذائي باش يرتاح ويرطب شويه، وحتى نسالي العجين وغادي نكون معكم ان شاء الله باش نوريكم كيفيه الطياب دياله. الكيفيه نتاع الطياب دياله هنايا غادي نشد العجين نحط له الدقيق باش ما يلصقليش. هذه اللي شكلها مدور غادي نحاول نبقى دائما على الشكل المدور ديالها، نحافظ على الشكل الدائري ديالها. وكما قلت لكم اللي عنده المقله الثقيله نتاع المسمن يطيب فيها، اللي عنده المقله نتاع البيتزا نتاع الضو يدير فيها، للناس اللي في اوروبا ما عندهمش المقله الثقيله. اللي عنده المقله نتاع الكريب ينقص لها ويطيب فيها حتى هي كذلك. واللي ما عندهش كاع هادو وتقدروا ديروها حتى في الفران، غير شنو هو من ديروها في الفران تدهنوها الفوق من الزيت، تدهنوا لتحت الزيت الكاغيط نتاع الفران اللي كنديروه في اللاطه يعني، ولا الا كان الصني ما يلصقش دهنوه بالزيت وحطوا المسمنه وعاودوا دهنوها من الزيت من الفوق باش تجي طيبه وتجي مزيانه. هنايا صافي راني بديت كنسرح فيها صافي يعني، غير كنشكلها على شكل دائري. المقله نتاعتي راها كتسخن، غادي نطيبها في المقله الثقيله. وانتم لكم كل واحد المقله اللي نقليو فيها نقلي فيها البطاطا ولا حتى هي يعني اي حاجه، ماشي ضروري يعني المقله الثقيله يعني. هنا فاش غادي نجي نحطها غادي نحاول انايا نديرها دائريه، وفي الزيت غادي تنحطها وغادي نرش الزيت في وجهها ونقلبها عاوتاني ونرش الزيت غير 2 مرات صافي. ما نزيدلهاش الزيت بزاف لان باش تكون ميدمه، وداك الفرماج راه اصلا فيه ليدام. نتمنى الفكره تكون واضحه. هنايا راني درت المقله، راني حطيت فيها المسمنه، غادي نحاول نجبدها للوسط. من غادي طيب صافي غادي تبقى تصغار يعني، ولو كبيره شويه على المقله ما عليهاش، غادي غير تبقى طيب صافي تبقى تجمع العجينه للوسط. نرش غير شويه بالزيت، عاوتاني من نقلبها غادي نرش عاوتاني وصافي، ما غاديش نبقى كل خطره نرش لا. كما كتلاحظوا معايا ها هي. وغادي نطيبها على 2 جهات تحمر مزيان. وفاش فاش كتعرفوا بلا ما المسمن كيجي زين وكلشي، هنايا فاش نقلبها غادي تبقى تطلع الورقه تبقى تطلع تنتفخ، هنايا تعرفوا بلا ما المسمن جا مزيان. هنايا هي راها كطيب، انا نشد العجينه الثانيه ونسرحها باش ترتخى وتجي مزيانه، نسرحها بالوراق ونخليها ترتاح بلا ما طابت المسمنه الاولى. هذه المسمنه قلت لكم درتها معكم مربعه.
هنا راني قلبت المسمنه تاعتي كما كتلاحظوا معايا، بدا يدخل لها الطياب وراني قلبتها، وهكا غادي نبقى نقلبها عاوتاني، نعاود نقلبها للجهه الاخرى حتى كيطيب، حتى نخدم كاع المسمنات ان شاء الله ونوريكم. هنايا هما المسمنات ديالي اللي فيهم الزعتر والفرماج، ها هما، وهادو فيهم غير الفرماج. كما كتلاحظوا معايا جاو تبارك الله كبار وزينين، والمذاق رائع. نتمناكم تجربوهم وديروهم لوليداتكم وغادي ديوركم. شوفوا معايا تبارك الله المسمنه كيفاش كتجي دايره. هاو حتى المسمن مربع، ما الريحه ما نقولكمش عليها. وهذا مسمن اللي فيه غير الفرماج. كيجي تبارك الله ما شاء الله. يلا البنات، شكرا لكم، شكرا لكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. اليوم حضرت معكم مسمن معمر بالزعتر والفرماج. الى اللقاء.